السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على كتاب مشهور برشا اسمه فن الحرب. الكاتب عظيم برشا، ما نتصورش كان تعرفوه، اسمه سون تزو هذا. تو نحكي لكم حكايته بعد شوي، على خاطر بالرغم اللي الكتاب هذا يتسمى قديم برشا، تخيل تكتب قبل 2000 عام، اما الافكار نتاعو مازالت تنجم تنفعنا اليوم، مش كان في الحروب العسكرية وإلا معناه في المعارك أكاهو، حتى في حياتنا اليومية، في الخدمة، في المشاريع، وحتى في العلاقات. هذاك علاش برا جيب حاجة تحب تشربها، قهوة ولا كيستي، والراح اخوي خذ الفايدة وتمتع في نفس الوقت. المفيد سون تزو هذا كان جنرال صيني وفيلسوف عسكري في نفس الوقت، يعني جنرال قائد حرب وفي نفس الوقت يكتب في الكتب اللي هي الكتب هذه، معناها بعد لموها وطلعوا منها الكتاب هذا متاع فن الحرب. هو دليل شامل البارشا استراتيجيات وتكتيكات كان يستعمل فيها، نقالها في يومياته ووصلها لنا عن طريق يعني الكتاب هذا. المهم اول درس في الكتاب هذا اللي هو درس مهم على الاخر، ينجم يتلخص في جملة واحدة اللي هي تقول: اعرف نفسك واعرف عدوك. سون تزو يقول: اللي يعرف روحه ويعرف خصمه ما يخاف من حتى معركة. بالطبيعة أنا طول روا نشرح لكم بالديرجة. المهم معنى الكلام هذا أنه يلزمك تكون واعي بقدراتك ونقاط الضعف متاعك، وزيادة تعرف الطرف الآخر شنية يعني القوة متاعه، شنية الضعف متاعه في حياتنا اليومية. يعني كان نعملوا اسقاط، كان باش تدخل مشروع، تنافس في خدمة، ولا حتى تواجه شخص صعيب، حذر واعرف الميدان مليح، وجمع معلومات على الاشخاص يعني اللي باش تنافسهم، وجمع معلومات على الشركات متاعهم، وجمع معلومات يعني على البزنس اللي انت باش تخدمه. اي بزنس في الحياة راهو فيه منافسين، اي فكرة ناجحة وتكون مطلوبة عند العباد راك باش تلقى برشا منافسين، الا اذا تكون فكرة جديدة وتجيبها اول مرة اللي هي حالة نادرة وحالة استثنائية. اما الاكثرية متاع الافكار يعني تكون عليها برشا منافسة. هذاك علاش يلزمك تعرف الخصوم متاعك كيفاش يخدموا، في شكون يخدموا، وتعرف عليهم كل شيء تقريبا. الدرس الثاني واللي هو يتلخص في جملة تقريبا، جملة ذي معروفة ويعرفوها برشا منكم، اللي هي الحرب خدعة. سون تزو كان يقول الحرب كلها خدعة، يعني ما يلزمش ديما توري النوايا متاعك، ساعات يلزمك يعني تبين ضعيف وانت في الاصل قوي، والا انت اصلا تكون معناها قوي وانت تعمل في روحك ضعيف. في حياتنا يعني كالعادة باش نعملوا اسقاط مثلا، كتفاوض على صفقة ما تعطيش كل اوراقك من الاول، يعني ديما خلي حاجات تستعملهم الوقت الضرورة وفي الاوقات الحرجة، ويكون معناه الانسان اللي انت تتفاوض معاه ما يعرفهمش من الاول، يفيق بهم كان من بعد. المهم نتعدوا للدرس الثالث اللي هو في نفس الاهمية متاع الاول والثاني، واللي هو نوعا ما غريب شوي من جنرال يقول لك اربح بلا قتال. كيفاش؟ هاو باش نفسر لكم كيفاش. اقوى انتصار يقول لك الكاتب اللي تكسبه من غير ما تدخل في حرب كبيره. سون تزو ينصح انك تضرب خطط العدو قبل ما تضطر تواجه يعني الجنود متاعه على ارض الميدان. كيفاش هذه مثلا كان تبقوها في الحياة؟ حياتنا مش لازم ديما تدخل في مشاكل ومواجهات مباشرة، ساعات الذكاء هو انك تتفادى المعركة وتكسب بكل هدوء. ماذا كل حد شيء كان ما سمعتش الدرس الرابع. الدرس الرابع يقول لك الاستراتيجيات اهم من القوة. سون تزو يقول ان الخطة المحكمة اهم من سيوف وجنود في حد ذاتهم. تخيل معناها الخطة اهم من الماتريال، واهم معناها من الاسلحة، واهم من الجنود، واهم من كل شيء. الفكرة شني؟ اللي يعرف يخطط مليح يربح حتى كان خصمه اقوى منه. واضحة ذي؟ مثال كالعادة نعملوا اسقاط، طالب يحضر مليح، اتيديون يحضر مليح قبل الدفوار باش يسبق غيره اللي قرأ اقل. بكل بساطة يعني هذا المثال كيفاش نجمو نفسروه. نتعدوا مباشرة للدرس الخامس اللي هو يكمل الدرس الاخراني، الدرس الرابع بعنوان استغل الفرص. بكل بساطة استغل الفرص. الجنرال الحكيم يشوف اللحظة المناسبة ويضرب، يعني ما تستناش الفرصة تجيك، انت اصنعها. في حياتنا فرصة خدمة، فرصة مشروع، فرصة تعارف، يلزمك تكون حاضر باش تستغل. يلزمك انت اصلا تحضر روحك قبل الفرصة ما تجي باش كي تستغلها. اما كي تبدا مش حاضر حتى كي تجيك الفرصة للاسف معناه باش تفوتك وماكش باش نجم تستغل. هذا هو.
تو نتعدوا للدرس السادس اللي اكيد ما لازمش يفوتك. والدرس السادس بعنوان تجنب الحروب الطويلة. سون تزو يحذر الحرب الطويلة تدمر الدولة. المعنى بالطبيعة المواجهات اللي تدوم برشا تستهلك طاقة وموارد. كنتصور هذه واضحة وراك فهمتها. مثلا في حياتنا ما تدخلش في نقاشات فارغة ومشاكل ما توفيش، ضيع لك كان وقتك وضيع لك الطاقة متاعك وكهو. باهي وتو مازالوا عنا زوز دروس هكا هو باش نلخصوهم في الكتاب هذا. وعلى فكرة الكتاب هذا راهو طويل على الاخر، اللي حاب يقراه ينجم يستفاد برشا. اما نحن هنا نحاولوا معناها نوصلوكم المعلومة بطريقة اسهل واوضح، خاطر برشا عباد ما تحبش تقرا، يعني تحب جيس تسمع وتكون معناها خبزة باردة. واخويا انا نوفر لك الخبزة الباردة، الناس ما تحبش تقرا مرحبا بكم الكل في الشين. المهم الدرس السابع يقول القيادة والثقة. الجيش يلزم يكون عنده قائد حكيم، هذا جنرال راهو يحكي، عادل ويفهم رجاله برشا، يعني ما يكونش هكاكا يخفي قرارات وحده اعتباطيا من غير ما يشوف الحالة متاع الناس اللي يقود فيها والرجال معناه اللي ماشي وراه. يلزم يشوف مشاكلهم، يلزم كي يطيحوا يشجعهم، يلزم معناه يعاقب الناس اللي معناها تعمل في حاجات خايبة وإلا تكون متمردة. يعني يمين ويسار، يعرف يوازن، يعرف يراقب، ويكون رحيم وفي نفس الوقت قاسي يعني على الناس اللي تظلم وتعمل حاجات خايبة. المهم هذا هو. وفي حياتنا يعني أي فريق يعني أي كيف في خدمة مثلا ولا حتى في جمعية ولا معناها في أي رياضة، ديما الفريق يحتاج قائد يعرف كيفاش يشجع الناس ويحافظ على الثقة متاعهم، مش هكاكا مش سهلة معناها الحكاية. المهم وأخيرا الدرس الثامن والأخير، استغل الأرض. أو باش نفهمكم مش معناها بالضبط. سون تزو يحكي برشا ويعاود في موضوع كيفاش انك انت لازم تستغل الظروف والتضاريس الطبيعية لمصلحتك. يعني مثلا انت تبدأ في عركة، فرق بين انك انت تكون مثال عرفت في هابطة، وفرق بين انك انت تكون في جبل. مثلا كي تبدأ في الجبل وتبدأ الفوق، اول حاجة الرؤية متاعك تكون اوضح، يعني الاعداء متاعك تنجم تشوفهم بالتفصيل. وفوق هذا اذا كان مثلا انت عندك روميات متاع سهام ولا ناس يعني تشوت من بعيد لهنا باش تكون عندك الاسبقية. ديما استغلال التضاريس والظروف وكل حاجات هذيك راهي باهية برشا. زادة مثلا العدو متاعك ينجم ما يشوفكش وانت تشوفه، فهمت؟ وهذا كان تقريبا حنبال، كان تحب نعملوا عليه فيديو. حنبال هذا كان يعمل كيفاش معناه قهر الروم، كان يستغل في الظروف على الاخر، كان معناه الظروف والتضاريس والطبيعة يعرف يستغلهم مليحا لمصلحته، وهكا يكون حتى أضعف ويكون حتى أقل إمكانيات ينجم يربح. بالنسبة للموضوع كيفاش معناه نستغلوه في حياتنا، يعني استغل أي ظرف لصالحك بكل بساطة. مثلا تعرف نقاط القوة في بلاصة اللي تخدم فيها، ولا تستغل الوقت المناسب مثلا باش تطلق مشروع. تعرف العباد شنو طالبة، السوق مثلا مش كيما تمشي لسوق في بلاصة قوية وفيها برشا عباد والقدرة الشرائية عالية، كيما تمشي لسوق طايحة والناس أصلا ما عندهاش باش تشري. تعرف تقرأ الظروف، هذا هو معناه. وهكا نكونوا كملنا الملخص. أما باختصار كتاب فن الحرب مش مجرد كلام على الجيوش والسيوف، هو كتاب على الحياة والاستراتيجيات والذكاء. يعلمنا كيفاش نفكروا قبل ما نتحركوا، كيفاش نربحوا معاركنا بلا ما نخسروا يعني برشا حاجات، والأهم كيفاش نعرفوا رواحنا وكيفاش نعرفوا الخصوم متاعنا. المهم الكتاب هذا وكيما حكيت لكم كيما حكيت لكم من الاول راهو كتابه طويل على الاخر ومعبي يعني بالمعلومات، واللي حكيناه تو ما يتسمى شيء. اما تقريبا اعطيتكم اهم النقاط واهم الحاجات اللي تنجموا تستفادوا منها يعني بطريقة سريعة. وبالنسبة للقناة راهي مش قناة معناها نتاع ملخصات كتب بركة، راني معناها نختار كان الحاجات اللي تفيدنا في حياتنا العامة. ما نحبش يعني نبدأ نحكي بلغة اني نلخص في كتاب ولا كما جاء هكاك، لا، كتابي يفيدني في حياتي ونجم يفيدكم، لخصوا. اذا كان ما يفيدش يعني ما ثمش. تقريبا
محتوى تلخيص الكتب في تونس، ومش بالاحرى تلخيص وشرح ماهوش موجود. الحصيل هذا معناها راه في افيشين ثم برشا حاجات، يعني اي فكرة تكون نافعة باش نطوروا رواحنا، يعني باش تكون مفيدة راني نهبطها. ما عنديش يعني اختصاص معين في الشيء، واي حاجة معناها نهبطها وتكون فيها برشا تفاعل كيما هذه مثلا، نلقاكم تشجعوا ونلقى معناها نلقاكم حابين الفيديو ومتفاعلين عليه، ولي نهبط يعني حاجات مع اكثر، وحاجات يعني اطول في الوقت واكثر تفاصيل، ونبدو نطوروا في المحتوى بشوي بشوي. هذاك علاش ما تنساش اللايك، ما تنساش الجيم. كان وصلت معايا لهنا برجولية معلم صاحبي، وتوا عرفت نخليكم، والسلام عليكم.